السلام عليكم. المجالس الحسينية، هلا أوديكم لليابان بعدين أرجع. باليابان أكو 540 ألف مؤسسة تعنى بالشباب، 540 ألف، بيها 126 ألف متطوع، وبيها 360 ألف مؤسسة للنساء الشابات. هذا السبب اللي يخلي اليابان تتطور، لأن مهتمة بالشباب. شنو دخل المجالس الحسينية؟ دخلها كبير. المجالس الحسينية تركيزها الأساسي هي تثقيف الشباب وترجيعهم للإسلام المحمدي الأصيل، لأنه أهم شيء نسوي بالمجالس الحسينية، شوف ايش قد يشتغلون على الشباب، وشغل كارثي، الانحرافات وذول الفاشل ناس والبلوجرات والمنظمات باسم الإنسانية، منظمات إنسانية، منظمات مساعدات، منظمات ثقافات، وحقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الرجال وأغلب هاي المؤسسات المدينة مرتبطة بمخابرات أجنبية. يشتغلون 10 أشهر، يجي هاي الموسمين مال محرم وصفر، يجون الشباب يقعدون يريد يسمعون في النصيحة من المجالس الحسينية، هاي تغيرهم. فاحنا كنا نستثمر هذا الموضوع، هاي المليارات اللي صرفوها تيجي انت على الجاهز، يجي يقعد شاب يمك وجاهز، هو عنده خطين: خط فكري تريد تعطيه المعرفة وتعطيه الوعي، وخط آخر هو خط الدمعة، لأن الحسين سلام الله عليه اللي بقاه هو الدمعة غير الفكر، والدمعة الواعية، الدمعة اللي احنا ما نكذب على الناس، ما نجيب أساطر، كون دمعة حقيقية نفهمه شنو مأساة الحسين. احنا من نركز على هذا الموضوع، كون لا يجينا واحد شوية مثقف نص مثقف مثلي ويقول أنا ما أحتاج أحضر المجالس الحسينية، لأن ماكو فد معلومة جديدة. أنا وياك احنا نحتاج نريد معلومات جديدة، بس في كثير من الأحيان أنا شخصيا أقعد بهاي المجالس اللي أجل تكثير السواد مهم جدا. ليش؟ أكثر السواد؟ أكثر السواد لأن الإمام الصادق كان يريد من يمنه هيك، إنه كثر السواد. بل الإمام في مرة يقال إنه راح الكربلاء ما شاف أكو زوار، قال لأحد أصحابه انطي هاي الأموال خل تجي الناس الزور. شنو هالإصرار على المجالس وتجي الناس الزور؟ لأنه مجرد المجالس الحسينية ومجرد الزيارة عند وجودها هاي تحدي للسلطة الغاشمة، إنه إحنا ماشيين على طريق هذا الرجل. لذلك تفهم ليش السلطات المتعاقبة من استشهاد الحسين لحد سقوط الطاغية كانت تحارب، بل حتى بعد السقوط صار الحرب على المجالس الحسينية أكثر بكثير، وبدأ يصير الموضوع علني، ما يصرف لهم أن ذول المنحرفين بني أمية، الاستكبار العالمي، الكيان الغاصب، ما يصرف لهم الحسين، لأنه آخر القلاع أثبتتنا الحواضر الحالية والأحداث، آخر القلاع الإسلامية بقى الحسين سلام الله عليه. هاي مجموعة الحسين خطرة، فكون نشوه من داخل نفسهم، ونظل نحكي عليهم، ونظل نحكي على الزوار، ونحكي على المواكب، ونتكلم عليهم بسوء، وذول جايين على مود أكل، 100 سالفة يسووا لك. وانت ليش تصرف هاي الفلوس؟ وديها للفقراء. الله انتم مش قد حنيني على الفقراء. هو اكثر ناس تصرف على الفقراء هم اهل المجالس الحسينيه واهل المواكب، هم دي يعطون للكل. طبعا المواكب من يجي ما يقول لك انت سني شيعي مسيحي يهودي، اخذ بركات الحسين سلام الله عليه. فالمجالس كون نركز عليها، لكن برجاء. الرجاء هذا انه احنا اخوان الخطباء، انا اقبل اياديهم كلهم دول خدمه الحسين سلام الله عليه، انه تاكدوا من الروايات، انه هاي روايات حقيقيه. احنا مو المهم انه نبكي الجالسين، المهم نكون بكاء حقيقي على شيء واقعة حقيقية. والحسين سلام الله عليه ما نذله بقصائد مذلة، ولا نريد ننزل من مكان زينب سلام الله عليها العفة والكرامة والشمم والإباء، نريد هذا المهم بهاي المجالس هي تجمعنا وما تفرقنا. احنا قد نختلف فيما بيننا على إدارة المجالس وعن التعبير عن الحزن، كل واحد يعبر عن حزن. طبعا البيئة العراقية، البيئة الجنوبية، الوسط، الشمال، خارج العراق، تختلف كل واحد شلون يعبر. قد تكون بعض المبالغات، لكن حتى لو نريد ننتقد لا تركزون على الانتقاد، وانا عندي ملاحظات كثيرة بس مو هذا وقتها، لان هاي اعدائنا تريدها. اني ما دام انت حسين انا احبك، تعبر عن وجهة نظرك انت، ما عندي اي مشكلة، لكن قد اختلف بالرؤية. انا اللي اختلف وياه بس اللي يخلي روايات كاذبة، لانه بالملحمة الحسينية للشهيد المطهري عنده فتوى غريبة، يقول من تقعد بمجلس وانت متأكد انه الرواية اللي يقولوها هاي كاذبة على الحسين، حرام تجلس، انت ما راح تاخذ اجر،
بل ممكن تأخذ إثم، فتضطر تطلع بدون مثير زوبعات على الآخرين. لذلك ندعو أنفسنا وأهلنا أنه نتربى تربية المجالس الحسينية. شهدائنا وقادتنا كلهم خريجين مدرسة المجالس الحسينية، بها بركات ونفحات روحانية تدليك على طريق الحسين. تحياتي للجميع.